العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة جاية أقول لكم إيه معنى هو أنت فاكر تحت القبة شيخ؟ حد من حبايبي قال لي يا خالتي تونة عايزين نعرف معنى هو أنت فاكر تحت القبة شيخ. دي العبارة دي كمالة فيديو عملناه لكم قبل كده اللي هو دفنينه سوا. اما كانوا 2 صحاب محلتهمش الا حمار واحد، وكانوا بيسافروا من بلد لبلد، وكانوا بيشيلوا البضاعة بتاعتهم على الحمار. جه الحمار مات قبل ما يخشوا دخلت البلد اللي داخلينها. دفنوه وقعدوا يعيطوا، وكانوا مسمين الحمار ابو الصبر، والناس اتلمت حواليهم ويقولوا ابو الصبر مات، ده كان بركة، ده كان هو اللي شايلنا، ده كان هو اللي بيجري علينا. الناس افتكروه شيخ وبنوله مقام، وهم اللي كانوا قايمين على المقام، وكانوا الناس يبعتوا اكل وفلوس، وهما الاتنين كانوا يقسموا الفلوس سوا من ورا الناس، والناس فاكرينه شيخ. واحد منهم طمع في التاني فقال له هشتكيك لابو الصبر. قال له ده احنا دفنينه سوا، هو انت فاكر تحت القبة شيخ؟ يا ولاد، وتمر الأيام والسنين والكلمة بقت في بق الناس. لو واحد اللي قصادك عايز منك حاجة وطمعان فيك، أو عايز يقولك ما تعمل وتجيب وتسوي، التاني يرد عليه ويقوله هو انت فاكر تحت القبة شيخ؟ وبقت كلمة من الدولة. أما انت تعوز حاجة من اللي قصادك واللي قصادك محوش الإمكانيات دي، فيرد ويقول هو انت فاكر تحت القبة شيخ؟ وهسيب لكم لينك الفيديو اللي دفنينه سوا تحت الفيديو عشان تخشوا عليه وتسمعوه، وتمسوا بالخير يا حبايبي.